جاهز يا مروان؟ خلاص، فاضل 3 ثواني ونكون على الهوا. 3 2 1. مروان بيشتغل مذيع مشهور في برنامج بيقدم كل يوم حلقة في محطة إذاعية معروفة. بيتصل بأرقام عشوائية وبيطرح على الناس بعض الأسئلة عليهم والترفيه بالكلام المضحك والمسلي كنوع من الخدعة أثناء البث المباشر على الهواء. من فترة مدير الإذاعة قرر يغير المكان، ولأن المكان ده كان بعيد عن بيت مروان، ده كان بيخليه يسهر معظم الأوقات بالليل بعد ما يخلص شغله في البرنامج، يراجع بعض التحضيرات المهمة في شغله ويركز عليها، علشان ده كان بيسهل عليه كتير في تقديم محتواه لليوم اللي بعده. لكن في ليلة من الليالي بدأ مروان يسجل حلقة البرنامج اليومية، لكن وهو شغال وأثناء ما كان متواصل مع متابعينه على التليفون ومع مشي آخر موظف في المكان، مروان كان مستمتع وعمال يضحك ومندمج جدا مع المتابعين. كان معتاد هو اللي يبدأ بالتواصل مع المتابعين ويتصل بأرقام عشوائية كنوع من المقالب وخداع الجمهور، لحد ما وصل لآخر مكالمة فضل يتصل برقم، لكن الاتصال دام لفترة طويلة من غير أي رد من الطرف الآخر. مروان كان قرب ينهي الاتصال لما ملقاش أي رد، لكن في آخر لحظة الخط اتفتح، ولكن حصلت حاجة غريبة بعدها. قبل ما مروان يتكلم بدأ يسمع صوت غريب كان خارج من السماعة، وكأن في شخص عمال بيتنفس بخوف. في اللحظة دي بدأ يحس بالقلق، لكن بدون أي تفكير بدأ يسأل الشخص اللي معاه على الخط: أهلا وسهلا بحضرتك، ممكن أتعرف بيك؟ هو حضرتك بخير؟ لكن بعد ثواني بسيطة من الصمت والهدوء فجأة سمع حد على الخط بينطق باسمه: مروان. الحقيقة إنه ما كانش في أي حد من الجمهور يعرف اسم مروان خالص، لأنه كان بيتواصل مع الناس باسم وهمي كنوع من الخدعة لجمهوره، واللي اسمه على اسم البرنامج، واللي كان زائر الليل. ده الاسم اللي كان معروف بيه، يعني محدش كان يقدر يعرف اسمه الحقيقي خالص. يبقى ازاي الشخص ده قدر يعرف اسمه ودي أول مرة يتصل عليه؟ مروان كان في حالة من الصدمة، وقبل ما يفكر يرد بكلمة واحدة فجأة سمع صوت لصرخة عالية لواحدة ست كانت على الخط اللي كان بيكلمه، وبعدها شاف خيال وظل عدى مرة واحدة من قدامه، وفي اللحظة دي الخط اتقطع. لكن الأغرب إن بمجرد ما انقطعت المكالمة انقطع معاها الإرسال كله، وحتى إشارة محطة الراديو. ولما بص في موبايله أخد باله إن ما كانش فيه أي إشارة أو اتصال للشبكة، وبعدها بدأت أنوار غرفة الإذاعة كلها تضعف وتنطفي وتنور كذا مرة. خرج من غرفة الإذاعة اللي كان فيها وراح ناحية المكتب، لكن لاحظ إن حتى أنوار المكتب كانت عمالة تطفي وتنور برضه. حاول يوصل لمكان الأمن، لكن ما كانش فيه حد كان موجود. وفجأة حصلت حاجة غريبة. مروان أخد باله إن كرسي من الكراسي اللي كانت موجودة اتحرك لوحده. في البداية الكرسي كان بيتحرك ببطء، لكن في لحظة راح في اتجاه مروان بسرعة، وكأن في شخص غير مرئي هو اللي موجهه ناحيته. وده رعب مروان جدا، حس ان في شيء غير مرئي موجود معاه في نفس الدور. في اللحظة دي مروان لف وراه وراح ناحية الباب الرئيسي علشان يفتحه، لكن الكارثة ان الباب كان مقفول وما كانش عارف يفتحه. فضل ينادي بصوت عالي يمكن حد من بتوع الأمن يسمعه ويجيله، لكن ما كانش في أي حد سمعه نهائي. ومع محاولاته الكتيرة على أمل حد يسمعه أخد باله من وجود لظل في انعكاس الإزاز بتاع الباب. كانت عمالة بتبصله وبتضحك ضحكة كانت مخيفة. مروان قلبه كان الظل ده كان واقف وراه بالظبط،
شكلها مرعب جدا، وشها شاحب، وكانت لابسة فستان قديم وابيض، وشعرها مغطي جزء كبير من وشها، ودراعاتها طويلة بشكل مش طبيعي، وصوابع ايديها كانت معوجة. جسم مروان بدأ يعرق ويحس برعشة من كتر الخوف، ولف بسرعة علشان يتأكد من اللي شايفه. لكن في اللحظة دي الست دي صرخت صرخة عالية لدرجة ان كل الازاز اللي كان وراه اتكسر. بعدها على طول النور اتقطع في المكان كله، والظلام كان مالي المبنى. ما كانش فيه غير ضوء القمر البسيط اللي كان خارج من الازاز المكسور. ومفيش لحظات وبدأ مروان يشعر بنبضات قلبه السريعة، وده لما شاف نفس ظل الست دي وهي واقفة قدامه مباشرة. ما كانش قادر يستوعب اللي بيحصل وقتها. استسلم لفكرة انه خلاص كده ما بقاش في اي محاولة منه انه يهرب. وقتها غمض عينيه، ولانه ما كانش قادر يتحرك حركة واحدة من الخوف نزل على رجليه وقعد على الارض باستسلام تام، وفضل يردد في ايات من القرآن ويطلب من ربنا انه ينقذه من الكابوس المرعب اللي عايش فيه. ومع فترة مش كبيرة من مرور الوقت فجأة اتفتح الباب الرئيسي، ودخل واحد من الأمن وهو متجه ناحية مروان. كان ماسك في ايده بطارية موجهة ناحيته. مروان كان واقع على الأرض وجسمه كله بيتشنج من الخوف بشكل غريب، وحاطط راسه على ايده. الأمن فضل ينادي عليه ويحاول انه يكلمه. أستاذ مروان، أستاذ مروان، أنت كويس؟ حضرتك بخير؟ أستاذ مروان، ليه مش بترد عليا؟ فضل ينادي عليه أكتر من مرة، لكن مروان ما كانش بيرد نهائي. قرب راجل الأمن منه وفضل يهز فيه بالراحة أكتر من مرة، لكن فجأة مروان رفع راسه وباصص لحارس الأمن، لكن بنظرات كلها رعب وكأن في روح شريرة ملكته، وهمس بصوت مرعب وهو بيقول: انت لسه هنا؟ انا مش قلت لك امشي من هنا وما ترجعش هنا تاني ابدا؟ المكان ده ملكي انا بس، امشي من هنا قبل ما اقتلك. وخرجت منه صرخة قوية. من المشهد حارس الأمن كان واقف مصدوم في مكانه من كتر الخوف والكلام اللي سمعه، وقبل ما ينطق بكلمة واحدة مروان جسمه كله ساب وفقد الوعي بعدها. ولما بدأ مروان يفوق كان حارس الأمن جنبه وفي إيده كوباية من المية. الأنوار رجعت للمبنى مرة تانية، والحارس إدى لمروان المية علشان يهدى. والحارس بدأ يتكلم مع مروان ويقوله إنه كان عارف إن كل ده هيحصل. من فترة طويلة كان بيحصل حاجات كتيرة غريبة في المبنى هنا، واللي منها حاجات حصلت معايا أنا شخصيا. كان في حاجات كتير بتضيع من المكان، وفي أيام تانية كنت بسمع لصوت همس لواحدة ست كانت بتبقى موجودة دايما في المكتب، وكأني حاسس بوجود لشخص غير مرئي. كان بالقرب جدا مني لدرجة اني كنت سامع صوت انفاسه، لحد ما في يوم شفت ظل لواحدة ست كانت لابسة فستان ابيض قديم. قالت لي ان المبنى ده تم بناؤه بعد هدم بيتها، ودلوقتي المبنى كله يبقى بيتها ومش هتسمح لحد يعيش فيه، واللي هيفكر يدخله هتقتله. وطلبت مني ان امشي من هنا واخد معايا كل الناس اللي موجودة في المكان، وإلا هتقتلنا كلنا. جريت على المدير وبلغته باللي حصل معايا، لكن استهزأ بكلامي وافتكر اني بخرف وما صدقنيش، وفضل يزعقلي وطلب مني اني ما اتكلمش مع حد خالص عن اللي شفته، وإلا هيطردني من المكان هنا فورا. ومن وقتها ما اتكلمتش مع حد نهائي في اللي حصل معايا ده. لكن بعد لما شفت اللي حصل معاك بعيني ما قدرتش ما اقولكش، كان لازم تعرف كل حاجة انت كمان. بعد اللي سمعه مروان من حارس الأمن تأكد ان وجوده في المكان ده لحظة واحدة بعد كده خطر عليه وممكن يتسبب في موته.
قرر مروان إنه يقدم استقالته ويسيب الشغل ومش هيرجع هنا تاني. التجربة المرعبة اللي عاشها هتفضل دايما في باله وعقله. صوت الست المرعب وهي بتصرخ كان بيرن في دماغه طول الوقت، لحد ما في يوم اتصل بيه أحد زملائه في الإذاعة وقال له إنه مش هو بس اللي شاف ظل الست دي، لأ ده في زملاء تانية شافوها وحصلت معاهم نفس الأشياء المرعبة اللي حصلت ليه. وبرغم كل ده المدير كان رافض حتى إنه يسمع أي كلام في الموضوع ده ومش مصدقه، لحد ما في يوم شبح الست دي ظهر ليه وشافها قدام عيونه وهي بتتوعد له بالموت وبتطلب منه يمشي من هنا فورا قبل ما تكون نهايته على ايديها. وبالفعل وافق المدير على نقل مكتب الإذاعة لمكان تاني، لكن للأسف كل ده بعد فوات الأوان، لأن مروان من اليوم ده أصبح عنده خوف ورعب شديد من اللي حصل له. وعلى الرغم من إنه رجع لشغله لكنه قرر إن عمره ما هيشتغل في فترة ليلية مرة تانية، لأنه مش هيقدر إنه ينسى منظر الست اللي ظهرت له بالليل واللي اعتبرت إن المكان ده بيتها، واللي يفكر يدخله هتحول حياته لجحيم. لو وصلتوا معانا لآخر الفيديو يبقى أنتم من الأبطال، علشان كده حبيت أقول لكم استنوني في القصة الجاية لأنها هتكون أحلى وأحلى من القصة بتاعت النهاردة. يلا اعملوا لايك للقصة واشتراك في القناة، حابة أشوف تفاعلكم علشان يوصل لكم كمان إشعار بالقصة الجديدة أول ما تنزل. بحبكم جدا وأشوفكم على خير، أقول لكم سلام.